بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حبوباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم جبت لكم حكاية دال. تقول حبيبتي ام يوسف، نتمنى تحكي حكايتي حتى تكون موعظة للناس كامل، ويعرفوا انه اللي يدير الشر يجي النهار اللي يخلصها غالية، وفي الدنيا قبل الآخرة ايضا. ما نطولش عليكم حبيباتي، تبدا حكاية دال. تقول تربيت وسط عائلة لا ميسورة ولا معسورة الحال، كنا زوج بنات على رؤوس بعضاهم، بيناتنا عام فقط، أنا الكبيرة وزوج ذكور. قرينا كامل، دخلنا الجامعة والحمد لله، كلنا بالدبلومات. توظفت في شركة، أختي كذلك توظفت، لكن أنا مانيش في نفس الشركة. اخواتي الذكور بعد ما كملوا سجلوا في المدارس العسكرية، والآن راهم موظفين في سلك العسكري. كان بابا ديما فرحان بينا، يفتخر لأننا ما عملنالوش يعني مشاكل، ربنا أحسن تربية والحمد لله. تبدأ حكايتي من نهار اللي تخطبت أختي اللي هي أقل مني. حسيت بإحساس غريب في قلبي، حسيت أني ما فرحت لهاش كما يفرحوا الأخوات لبعضهم. حسيت بغيرة كبيرة في قلبي ناحيتها، لكن كنت نتظاهر أني عادي معاها وفرحت لها. لكن في قرارة نفسي كنت نقول وعلاش مانيش أنا اللي تخطبت، شمعنا هي اللي خطبوها قبلي. ومن هذاك النهار قلت وعلاش العريس اللي جاها ما جانيش انا. ما نكذبش عليكم، استعملت كل الاساليب لإمالته ليا وما نجحتش. وتقول لازم انا اللي نكون في بلاصتها مخطوبة، ماهيش هي. وهكذا بدات الحكاية. كنت نحب ندير مشكلة بيناتهم، كنت نعيط له في التليفون ونبدل نبرة صوتي على أساس نحب نتعرف عليه. كان يتهرب من مكالماتي العديدة، لكن كنت نبدل الرقم في كل مرة. كنت كي نحكي مع أختي دائما كنت نشككها في حبه ليها، وديما نخليها يدخلها الشك في أخلاقه. وكنت نفرح كي تحكي لي على شجارهم، وخصوصا أني كنت ديما نعيط له في الوقت اللي هي معاه، يعني متوعدين مع بعضاهم. كانت ديما تتنرفز من مكالمة البنات ليه. كان ديما يقول لها ما نعرفهمش، لكن هي كانت ما تصدقوش. كان كل ما يبدل الرقم نتاعو كنت ديما نديه من هاتفها. اصبحت مريضة به، وبقيت نحاول ديما اني نفرق بيناتهم، وبالفعل نجحت. وكرهت اختي من هذيك المكالمات، واصبحت تشك فيه لدرجة انها قالت له ما نقدرش نكمل معاك. فرحت بزاف بهذا القرار، ومرت 3 أشهر من فسخ الخطوبة. في هذا الوقت تقدم لي عريس كان لازم عليه، كان عفوا لاباس عليه ميسور الحال. فرحت بزاف، لكن في قرار نفسي كنت نلوم روحي على فعلتي مع أختي. وتقول كان صبرت برك كنت راح نلحقها. ندمت بزاف. من كذبش عليكم خياتي، مانيش عارفة كيف نلقى حل. تقول دال فكرت اني نصلح غلطي ونعترف لاختي، لكن كان كبريائي يمنعوني، وخفت لنخسر اختي وتكرهني. والله حرت كيفاه راح ندير. في يوم من الايام رن الهاتف نتاعي برقم مجهول. رديت، كانت امرأة. اول ما ردت قالت اسمي. قلت لها شكون؟ اللي معرفتكش. قالت لي انا نعرفك، سمعيني للاخير وما تكوبيش عليا. بدات تحكي لي على خطيبي، وتقول انها تعرفه منذ سنوات، وانه كان خاطبها وكانوا يحبوا بعضهم لولا اختها اللي فرقت بيناتهم. ودخلت له الشك فيها انها تخون فيه. حلف قالت لها، حلفت له بكل ما يعني بكيت له، ما كانش يصدقني، لانه اختي كانت تبعت مساجات في هاتفي في الوقت اللي كنت انا قاعده معاه على اساس انها رجل واني على علاقه معاه. كانت تكتب كل الفاظ الحب والغرام بيننا، وكانت وكأننا نعرف بعضنا. ونجحت خطتها، وقدرت انها تخليه يفسخ خطوبته مني. وانا الان بين نارين بعد ما اعترفت لي اختي بعملتها معايا، وانها هي صاحبة الرسائل اللي كانت تبعتها له.
في الهاتف نتاعو، وبين اني نصارحه ونقول له الحقيقه، لاني خفت انه اكيد راح يكره اختي وتصير عداوه وقله احترام بيناتهم ويعني وبين خطيبي. والان راني بين البنين، مانيش عارفه كيفاه نلقى حل، خصوصا انه فسخ خطوبتي معاه. لكن ما نكذبش عليك، مازالني نحبه ونموت عليه، وراني كل يوم نموت 1000 مرة على جالو، خصوصا اني سمعت بيه انه خطبك بعد ما كان يحبني ويموت عليا. تقول دال المكالمة صدمتني وكأنها تحكي في حكايتي مع أختي، خصوصا أني راني نشوف أيضا في أختي مسكينة كيفاه كانت وكيفاه ولات بعد ما تركها خطيبها اللي كانت تحبه وتدبال كل يوم بعد ما كانت كل وردة. السيناريو قاعد ينعاد، خصوصا اني عرفت اني بديلة فقط وانه خطيبي ما يحبنيش، تقدم لي برك باه ينسى بيا خطيبته. وبعد تجربته الفاشلة وقلت في قرارة نفسي راني نخلص، وكما تدين تدان. قررت اني نكون صريحة ولو مرة في حياتي، قررت اني نتصالح مع نفسي وندي قرار اللي راح يرضي ضميري ويرضي ربي سبحانه قبل كل شيء، لانه في هذه الدنيا كلش يخلص قبل الاخره. شكون اللي قال اني راح يجي النهار اللي نتخطب الواحد مظلوم مسكين كان يحب خطيبته، حتى جات وحده قلبت له حياته راسا على عقب. وما نطولش عليكم خياتي، كما قلت لكم قررت اني نعمل حاجه مليحه في حياتي، ولو يكون فيها ثمن غالي، وهو اني نخسر اختي واحترام خطيبها ليا. لكن كنت نقول المهم اني نرضي ربي سبحانه وكل شيء يتصلح مع الوقت ان شاء الله، وما نخليش قلوب حبت بعضها انه يفرقها مجرد افكار خبيثة تاع غيرة وانانية. اتصلت بخطيب اختي، اصريت انه يجيني في موعد كنت حددته وقته ومكانه، واتصلت ايضا بخطيبي واختي في نفس الموعد وفي نفس المكان. تلاقينا، كان كل واحد منهم حاير في وجود الآخر. قلت لهم ما تحتاروش، راح نحكي لكم الحكاية من الأول إلى الآخر، وأنا مستعدة لردة فعل كل واحد فيكم. بديت بعملتي مع أختي وخطيبها، وبعدها التفت إلى خطيبي وقلت له أنت تانا راك ضحية لأخت خطيبتك، وهي اللي كانت صاحبة الرسائل اللي كانت تبعتها لك وتغرس لك بها نار الشك والغيرة. لكن خطيبتك لحسن أخلاقها وخوفها على أختها ما حبتش تقول لك عليها، لكن أنا ما يرضينيش أني نكسر قلبك، يعني قلبكما، لأنها ما زالت تحبك وانت تانا كنت تحبها. ربي يلم شملكم ويبعد عليكم كل شر إن شاء الله. وهكذا كانت النهاية خياتي، انه خطيبي يرجع لخطيبته واختي رجعت لخطيبها والحمد لله، وخليت الزمن هو اللي داوي الفعلة اللي عملتها، وراني لليوم نادمة عليها. حبيت نحكي حكايتي باه نقول لكم ما تخليوش الغيرة تدمر حياتكم وحياة غيركم. كل واحد عن الدنيا هذه أقسام وأرزاق، وكل واحد قسم له ربي في هذه الدنيا. وللأسف أنا فقت يعني متأخر، ويا ريت ما غلطتش، وراني نادمة بزاف وكل يوم نستغفر ربي سبحانه. صحيح أنه أختي تفهمت وعذرتني، لكن اليوم وحتى بعد زواجها أني ندمانة، يعني نادمة وحشمانة منها ومن زوجها، لكن فرحانة أنهم سعداء. وندعي ربي انه يجيني مكتوبي انا تانا ونعيش حياة سعيدة ان شاء الله. هذه حكايتي، حكاية دال، نهايتها تقول نقول لها حبيبتي كلنا بشر وقادرين نغلطوا، ما هوش العيب في الغلط، العيب اللي ما نصلحوش الغلط نتاعنا، وربي سبحانه أكيد راح يسامحك، وأنه خير الناس عند الله الخطاؤون التوابون. ادعي لها حبوباتي ينور دربها ويرزقها ولد الحلال اللي راح يسعدها في حياتها، ويرزق كل ولية ان شاء الله.
وفي الاخير نتمنى اللي عنده حكايه ولا يحب يشاركها مع خياته مرحبا به. راح نخلي لكم صفحه الفيسبوك في صندوق الوصف. وبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، مع السلامه.